خلاص كده هي اتحسمت رسميا، نادي الزمالك مش هيلعب الماتش يوم الثلاث قدام النادي الاهلي. احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بصراحه انا مش عارف يعني ايه المتحدث الرسمي باسم نادي، تقريبا هو الوحيد اللي اتفطم فيهم بدري وسنن قبل ميعاده، عشان كده هو اكتر واحد بيعرف يتكلم فيه. الف مداخله تليفونيه مع ابراهيم فايق ان احنا خلاص حسمنا موقفنا، مش هنلعب الماتش يوم الثلاث وده قرار نهائي. وكمان قال ان هيبه النادي وكرامته احسن من الثلاث نقط، وما يعرفوش ان هم اللي مضيعين هيبه النادي من زمان قوي. هي فين هيبه النادي اصلا؟ ده تحصاله، ده انت مركز تاسع في الدوري، وبعدين انت كل سنه تنسحب وتيجي تقول لي انا خدت كاس الكرامه. انا خايف تبقى بطوله والاتحاد المصري يعتمدها ويبقى في بطوله اسمها كاس الكرامه، اللي هينسحب اكتر هو اللي هياخد الكاس. المشكله بقى ان جماهير الزمالك انا مش فاهم لها حاجه الصراحه، هتفت هتافين عكس بعض في الماتش. الهتاف الاول طلعت قالت حي حي يوم الثلاثاء انا مش جاي، معنى كده ان هو خواجه. وطبعا انت فهمت انا اقصد ايه بكلمه خواجه دي، لان اللي بيخاف بيبقى خواجه. رجع تاني قال ان انا بحلم بيك، انا بحلم بيك في السوبر مستنيك، قصده على السوبر الافريقي. طب ازاي انت خواجه